السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهاردة فيديو هنعمل فيه هو بقى خلطة كده هنعملها لإزالة الحبر او بقع الحبر. كتير مننا طبعا ولادنا بيجوا القلم طافح على هدومهم او مشخبطين على هدومهم او كده. ازاي بقى ان احنا نزيل البقع الجامدة بتاعة الحبر دي؟ ده بقى اللي هنعرفه مع بعض. بس حبايبي بقى ايه، ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة فضلا وليس امرا، وتفعلوا زر الجرس، اختاروا كلمة الكل عشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش بقى اللايك والشير وشيروا الفيديو ده لو حد تعرفوه عنده نفس المشكلة دي. هنا بقى زي ما انتم شايفين معايا التيشيرت ده، هو مش عليه شخابيط ولا عليه اي حاجة، بس انا هنا جبت قلم، ده قلم جاف زي ما انتم شايفين، وهبدأ ان انا اشخبط بيه على التيشيرت عشان بس ايه نجرب كل حاجة معاكم من البداية للنهاية. طبعا دي مش شخبطة بسيطة او كده، لا ده انا عامل لكم بقع كده من الحبر بحيث ان يعني نشوف بقى هنطلعها ازاي. هنا بقى معايا طبق صغير كده وغويط، هجيب معايا معلقة من الخل، معلقة كبيرة، معيار معلقة كبيرة من بتوع الاكل على فكرة. يعني لو ممكن برضو نستعمل اقل من المعلقة، لان انا حطيت معلقة وفاض منها ورميته، ممكن نحط نص معلقة وان احتجته بحطه تاني، بس ايه عشان ما تعملوش الحاجة وتترمي منكم يعني حرام. وهنا معايا يعني مع تقريبا برضو معلقة صغيرة من معجون الاسنان. يبقى احنا هنا معانا ايه، معلقة خل ونص معلقة او معلقة صغيرة من معجون الاسنان. عايزين مثلا لو على قد الحاجة اللي قدامي دي، يعني ممكن تحطوا نص معلقة خل على نص معلقة صغيرة من معجون الأسنان، هتبقى معانا مية مية. هنا معايا جبت منديل من بتوع المطبخ وطبقته كده كام تطبيقة على بعض وحطيته في قلب التيشيرت من جوه. وهنبدأ بقى نقلب كويس قوي قوي المعجون مع الخل كده، وبالمعلقة هنحط شوية صغيرين كده على مكان البقعة بتاعة الحبر. ومعايا هنا الفرشة بتاعة الأسنان، هبدأ ان انا اعمل بيها. معلش يا جماعة، هي بس الكاميرا حاسة ان هي باهتة شوية، تقريبا الكاميرا كانت عايزة تتمسح الاول وانا مش واخدة بالي، لان انا بصور بالكاميرا الامامية يعني مش شايفة الصورة قد كده يعني. وكمان في اضاءة، فجأة ابص للتليفون شايفة ان الصورة عادي، بس عادي يعني، اهم حاجة النتيجة وكل حاجة طبعا موضحة قدامكم. شايفين يا دوبك مشيت الفرشة، الحبر جه في الفرشة كده وخف خالص معايا. هبدأ بس ان انا اعمل تاني، على فكرة من اول شوية صغيرين حطيتهم الحبر اتشال، بس مكانه يعني معلم حاجة خفيفة خالص كده مكان الحبر. طبعا هفضل اعمل بالفرشة لغاية لما يروح تماما. خلطة الخل مع المعجون الاسنان تركيبة قوية جدا يعني وجميلة قوي في الحبر. يعني انا عملت كل حاجة قدامكم، عشان مثلا كان ممكن ان انا اعمل بقعة حبر تقولوا لا ده لون او ده حاجة او زهرة، لا انا جبت القلم قدامكم وشخبطت بيه، وشايفين طبعا النتيجة قدامكم. وبس كده هفضل بس ان انا اعمل ايه، يعني هي خفت خالص زي ما انتم شايفين، بس ان انا مش عايزة يبقى ليها اثر خالص. وعلى فكرة انا ما بضغطش جامد بالفرشة ده، يا دوبك عادي بمشيها خالص كده رايح جاي، كأن الواحد بيغسل اسنانه، واخف كمان من غسيل الاسنان. بس كده راحت خالص ولا بقت زهرة ولا اي حاجة. شايفين؟ انا هوريكم اقرب لكم، يعني كان بس اللون مختلف شوية علشان هي مبلولة، مش عشان اي حاجة. وبس كده انا اخدت التيشيرت غسلته، وعشان تشوفوا ان مفيش فرق خالص خالص، ما شاء الله راحت، ولا كأن كان في هنا حبر ولا كأن كان في حاجة، وادي وشه وظهره. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا معايا من الفكرة دي. متنسوش بقى اللايك والشير واشتراك في القناة. مع الف سلامة.